في الفيديو ده هقولك على شوية حاجات لو انت عندك اكتر من نصهم فانت محظوظ جدا وذكوري بشكل كبير. اول حاجة انك بتكون هادي تحت الضغط. صدقني الضغط والفوضى والحاجات دي بتكشف الرجالة الضعيفة بلا استثناء. يعني انت لو ما بتاخدش قراراتك بسرعة وبتديها وقت وتاني وتالت وتاخد تفكير فيها، فده لوحده بيحطك فوق ال90% من الرجالة. ده مبدئيا دي العلامة دي لوحدها. تاني حاجة انك ما بتشرحش نفسك كتير او ما بتشرحش نفسك اصلا، لان الموضوع ده اكتشفنا ان هو في الاول وفي الاخر مضيعة وقت، والتبرير ملوش اي 30 لازمة الا في اضيق الحدود. ان انت فعلا قلت جملة مش مفهومة واللي قدامك فهمها غلط، لا هنا واجب عليك ان انت تفهمه. انما انت قلت كلمة واضحة وصريحة ويقول لك برر لي، طب انت ليه عملت كده؟ كل ده مضيعة وقت. فانك ما تشرحش افعالك او ما تبررش كتير دي حاجة حلوة بس في الحاجات الواضحة في حقوقك، انما ما تروحش تغلط في حد او ترمي كلمه ملهاش معنى او ترمي كلمه مثلا تتفهم بمعنيين وتقول لا مش لا. هنا برر، لان برضو اللي قدامك ما يفهمكش غلط. وفي اللحظه دي اللي بيحبوك او بيحترموك هيتقبلوا ده، انما اللي مش حابين الطبع ده فيك فاعرف ان انت ما ينفعش تعرفهم اصلا وما تغيرش مبدأك. تالت حاجة ودي ناس كتيرة بتغفل عنها، ان صحتك جامدة من الاخر. توب التوب. يعني مثلا بتتمرن، بتاكل اكل صحي، بتنام كويس. وعلى فكرة الاكل الصحي ده مش غالي مقارنة بالجانك فود والفاست فود والحاجات دي. المهم ان انت عندك قدرة على التحمل، بتعرف تاكل اكلك كويس، ما عندكش مشاكل صحية كتير او ما عندكش اصلا. لان هقولك على حاجة حتى لو انت مش ملاحظ ده، الجسم القوي والصحة الكويسة الكلمة منها بتتسمع احسن من اللي جسمه ضعيف. الحاجة الرابعة انك مش بتتفاعل مع عدم الاحترام. بمعنى اصح، انا جيت قلت منك بسيطة، لو قلت قدام الناس لا انت بتردها لي من تحت لتحت، هتردها لي برضو من تحت لتحت، بس في الغالب هتنسحب بكل هدوء. مش هتتجادل معايا، مش هتقول لي انت عملت كده ليه، بكل هدوء ربنا معاك يا احمد يا مصطفى. ولا هتفكر تنتقم مني، ولا هتفكر تسوق سمعتي، ولا هتفكر تعمل دراما، ولا ليه يا احمد عملت كده، ولا ليه يا احمد ما عملتش كده وانت قلت مني، ولا جدال ولا اي حاجه. مش انت عملت كده يا ابن الناس، الكلام ده مش جاي معايا سكه، ربنا معاك. انا ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. الحاجه الخامسه ودي مش هتبقى موجوده في ناس كتير، انك مش بتطارد الانتباه او الاتنشن زي ما بنقول. هو كلنا بنبقى عايزين كلام حلو ونلفت النظر، بس استعراض عادي واخد لي بالك، مره كل شهر، مره كل اسبوعين. انما مش طبيعي كل ما اعمل حاجه او مستعرضها للناس. ما ينفعش تكون بهلوان على الفيس والكلام دوت وتستعرض كل حاجه. انت بس بتتجه انك تعمل حاجه حلوه، وصلت لها مفيش مشكله، حاجه تنشرها. الا لو هي حاجه صعبه بقى فعلا، حاجه انت حاسس ان هو انجاز، ده هنا قصة تانية. انا بتكلم عن الحاجات العادية. في اللحظة دي الناس لما يشوفوا نتائجك ويشوفوا ان انت وصلت للحاجات دي من غير ما تتكلم عليها اصلا ولا تقول ان انا عملت كده، صدقني الناس دي هتحترمك بالزيادة. الحاجة السادسة انك بترفض الدوبامين المزيف او الدوبامين السريع، لان ده بيبطئ تطورك او الحاجات اللي انت عايز تعملها قدام. مش بقولك انت مش هتعمله خالص، لا انت طبيعي هتعمله، بس يكون كانجاز مثلا او كحاجة من وسط مثلا 50 حاجة. ما يكونش كل الدوبامين بتاعك جاي بالطريقة السهلة، زي مثلا الاستمناء او انك تاكل جانك فود او انك معلش يعني تروح تتفرج لي على مسلسل تافه ملوش لازمة. كل ده صدقني بيضرك انت بعدين، لان الدوبامين اللي بيطول او بمعنى صح بتاخده بعد فترة، زي مثلا انك تبني جسم جامد فبعد سنة تبتدي بقى تحس بالدوبامين، ده اللي هيفيدك انت احسن من الحاجات القصيره. وده ما يمنعش انك تاخد حاجه صغيره بس يكون بالحدود. معظم الناس ما بتعرفش تنتظر، ما بتعرفش تستنى، ايه ده انا لسه اقعد سنتين اعمل فورمه. مثلا لو انت بتتمرن ما تقعدش كل يومين ثلاثه تنزل صوره جسمك، اصبر شهرين ثلاثه اربعه خمسه ونزلها مره واحده. ساعتها الناس هتتفاجئ، ساعتها الناس هتديك كلام احسن مليون مره من اللي انت خدته في تطورا يوميا. ودي غلطه انا كنت بقع فيها. الحاجة السابعة انك تخلي خططك المستقبلية لنفسك، ما تحكيهاش مع حد. انا نفسي بقع في الحاجات دي، بس بقعها مع مين؟ خلينا نفترض انا عندي صاحبي مثلا كوتش في جيم، انا ناوي اعمل فورمة كويسة، ناوي ادخل بطولة مثلا، ناوي اشتغل زيه. فانا لو هقع بالكلام او هحكي عن نفسي احكيها للشخص ده بس. ولو ان ده مش افضل حاجة، لان هو ممكن ما يكونش بيحب لك الخير عادي ويوديك في سكة تانية، او عشان ما تنافسهوش، بس على الاقل احسن من ان انت تحكيها لاي حد. لو انت فعلا ما بتعلنش عن الاهداف بتاعتك وما بتستناش حد يسقف لك قبل ما النتيجة ما توصل، فعاش ليك، لان دي ميزة جامدة قوي. تامن حاجة انك ما بتخليش حد يتلاعب بيك من الاخر، ولا بتحس بذنب
ولا بمشاعر ولا الحاجات اللي انت متأكد انك ما غلطتش فيها. يعني الالعاب العاطفية والعياط الزيادة والاستعطاف، واصلا انا مزنوق مش عارف ايه، وانت عارف اللي قدامك ده بيستعبط، بتفكر بشكل منطقي. فدي ميزة جامدة معاك، لانك في الحالة دي بتتصرف بناء على مبادئ، اسس انت حاططها، قواعد انت حاططها. فاذا انت حاطط لنفسك اطار، فاذا الناس هتشوفك ذكوري اكتر. فكل دي مزايا معاك. كل ما عندك علامات اكتر كل ما الدنيا معاك هتبقى اسهل والناس هتحترمك اكتر. الحاجة التاسعة انك بتتعافى من الخسائر بسهولة. مش بقولك ان انت ما تحسش، لا، انت كده كده هتزعل. لو انت ماشي في الشارع واقع منك 100 جنيه دلوقتي هتزعل عليها، والله لو مليونير، وده طبيعي. بس النقطة هنا هتزعل قد ايه عليها؟ هتفكر ازاي؟ هل هتقول خلاص 100 جنيه وقعت وخلاص، ولا تشوف ايه اللي حصل بحيث ان ما تقعش منك فلوس تانية؟ ما هو ممكن ال 100 جنيه دي تلحقك مثلا من 100,000 كان هيقع منك بعدين. يعني من الاخر بتتعلم من غلطك، ما بتقعدش تشكي وتعيط واصل مش عارف ايه واصل مش عارف مين عمل لي ايه واصل انا حظي وحش. لا، انت بتعمل اللي عليك والباقي على ربنا. الحاجة العاشرة، ودي عايزة ليفل عالي من الوعي عشان توصل لها، انك ما بتسعاش للموافقة من حد. انت ولا بتنافس على الموافقة، ولا اصلا داخل في منافسة، ولا فارق معاك حد غير حياتك. انت فعلا عايز قدام توصل لحاجة، انا عايز اوصل لها، بس مش فارقة معايا بقى اللي قدامي شايفني ازاي، هيحترمني لما اوصل لها ولا لا. طب لو وصلت لها ما وصلت لهاش ايه اللي هيحصل؟ انت مش فارق معاك رأي حد اصلا عشان تاخد موافقته. يعني من الاخر انت مش بتفسر قيمتك على مقاس حد. لو الحد ده شاطر في الحاجة اللي انت عايز توصل لها مفيش مشكلة تاخد رأيه، تمام، انما مش تاخد موافقته. مش هو اللي يقولك اعمل ده ولا ما تعملش ده، هو يديك الكلام بتاعه، طريقة تفكيره مثلا، تشوفه موافق ليه، رافض ليه، بيشجعك ليه، ما بيشجعكش ليه، بيقولك ليه دي صح وليه دي غلط. وفي الاول وفي الاخر القرار قرارك، انما مش قراره هو. الحاجة ال11 ودي هتضحكوا عليها، وهي ان تسريحة شعرك تبقى ثابتة. انا ما لاحظتش حد نجح في حياته كل شويه يغير تسريحه شعره. مفيش مشكله لو انت عايز مثلا تديها ايه لوك كده زياده، انما تسريحه شعرك مثلا رابط شعرك دايما، مثلا سايبه كيرلي مثلا. يعني انا مش بتكلم في ايه شكله، انا بتكلم في ان انت ما تقعدش تغير كل شويه. انا المره دي حالق، المره الجايه هربطه مثلا، المره اللي بعدها هعمله كيرلي، المره اللي بعدها هدرج لا، اثبت على حاجه. الشكل الطبيعي اللي هو في الغالب هيكون قصير، مش بالضروره يكون قصير قوي او حاجه، او انك ما تبقاش رابطه، لا عادي، بس انك تكون ثابت على مبدأ معين، لان انت عايز كاركتر واحد للفتره دي، او على الاقل تفضل فتره معينه تكون ثابت فيها بتسريحه شعر معينه، تكون ثابت بستايل شعر معين لفتره طويله، خلينا نقول سنه مثلا. انما ما لقاكش كل شويه بتغير لي ستايل والكلام ده، خصوصا الستايلات اللي احنا عمالين نشوفها، يصبغ لك احمر، المره الجايه يعمل لك مش عارف ايه، وحاجات غريبه احنا بنشوفها وانتوا فاهمين انا بتكلم في ايه كويس. واشوفكم في فيديوهات جايه يا رجاله.